الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بدأنا في الحديث عن مفاتيح الخشوع. قلنا إنه أول موضع في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر فيه أمر الخشوع كان في قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فكان المفتاح الأول هو أن نستحضر لقاء الله جل وعلا، وأن نستحضر أن المرد وأن المنتهى وأن الرجعة إلى الآخر سبحانه وبحمده. وطول ما الإنسان مننا مستحضر لهذه المعاني لا شك يكون في ذلك صلاح القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن فساد هذا القلب يكون بالركون إلى الدنيا، حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي، فلا يزيغ القلوب شيء مثل حب الدنيا، ولا يقيم القلوب شيء مثل ذكر الدار. وقلنا إنه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سورة قاف كان فيها مفاتيح استقامة القلوب بالقرآن وبذكر القيامة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المفتاح الثاني للخشوع جاء في صدر سورة المؤمنون، وفيها قال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أول وقفة هنا لما نيجي نبص على طريقة القرآن في ذكر أمر الصلاة والزكاة، دايما ربنا سبحانه وتعالى يجمع ما بين الأمرين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إلا في هذا الموضع، ده الموضع الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى فصل ما بين الصلاة والزكاة بذكر عن اللغو معرضون. عايزين نلاقي قلوبنا، عايزين تستقيم هذه القلوب. نشوف كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى المعادلة لو إنه اللسان استقام القلب يستقيم، ولو استقام القلب استقام الإيمان. يبقى تدين حقيقي، يبقى فعلا نحن على الصراط المستقيم. ما نقعدش نبقى تايهين، هو احنا فعلا متدينين ومهتدين ومؤمنين وملتزمين، ولا الأمر ده للأسف الشديد مجرد دعاوي؟ يبقى المعادلة بتقول: لو استقام اللسان استقام القلب، ولو استقام القلب يستقيم الإيمان. طيب، لنا وقفة بقى في كلمة عن اللغو. عن اللغو معرضون. هو إيه اللغو؟ غالب الناس بتقول إنه اللغو اللي هو الكلام التافه أو الكلام الذي لا طائل من ورائه، الكلام اللي ما فيهوش فايدة. لغو من جملة الأمور اللي يعني ما بياخدش الإنسان عليها أوزار، لكن بيبقى كلام تافه، ما بيبقاش فيه محرمات. والحقيقي إن المسألة مش كده. اللغو هو كل كلام ينبغي أن يلغى.
يعني ايه اللغو بقى؟ كل كلام ينبغي أن يلغى من قاموس الحياة ومن قاموس المؤمن. وبالتالي كل آفات اللسان، سواء كان بذكر الأمور المحرمات من كذب وغيبة ونميمة وخطف الباطل وسباب ومن الآفات اللسانية، داخله في كلمة عن اللغو. وكمان الكلام التافه اللي ممكن ما يكونش من المحرمات لكن لا طائل من ورائه، يبقى المعنى عام. هنا بقى لازم نستوقف، الإنسان مننا ينبغي أن يتوقف عند قضية اللسان دي. طالما استقامة الواحد على طريق الله تبارك وتعالى يكون بحفظ لسانه. رب العزة سبحانه وتعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عارفين يعني إيه لا خير في كثير من نجواهم؟ الإمام ابن كثير قال يعني كلام الناس. عارفين يعني ايه؟ يعني النهاردة متابعات السوشيال ميديا، في ترند من جملة الترندات اللي الناس كلها قاعدة تعلق وتكتب كومنتات على أي موضوع من الموضوعات اللي ممكن ما يكونش من وراها أي حاجة. مش عارف فضيحة مين، مش عارف ممثل عمل إيه، ولا ممثلة سوت إيه، ولا مغني إيه، ولا لعيب كرة عمل إيه. أي مكان من الأمور اللي تبصوا تلاقوا مفيش أكتر من انشغال الناس بهذه التفاهات. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير، لا خير في كثير من نجواهم. فلا خير في كلام الناس ومتابعة كلام الناس والترندات، إنما دلنا بقى على الطريق فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، اللي بقى يدعو إلى الله تبارك وتعالى، اللي يحث على فعل الخيرات، اللي يصلح بين متخاصمين. هو ده اللي ينبغي أن ينشغل به اللسان. وقال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ربنا لا يحب الفحش في الكلام ولا بذاءة اللسان. الله جل وعلا لا يحب ذلك، وده للأسف الشديد أيضا أمر شائع للأسف مع الواقع اللي احنا نعيشه. فالله عز وجل يحب الإنسان عفيف اللسان. وقال سبحانه وبحمده: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: إن ربك لبالمرصاد. كل كلمة بتتحسب علينا. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم رهبنا من خطر الكلمة لما قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. وفي رواية مسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها. كلمة يعني هو الواحد هيقف على الكلمة ولا إيه؟ عادي يعني كلمة وقلناها وخلاص، أهي كلمة راحت مطرح ما راحت. ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. اللهم سلم سلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها هذا العبد درجات. واحد يقول كلمة خير وما يبقاش واخد باله إن الكلمة دي ربنا سيكتب لها القبول وتبقى سبب رفعة الإنسان الدرجات حتى يبلغ الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة.
وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم عياذا بالله. يا جماعة الموضوع مش بسيط ومش سهل. صحيح بنسمع الكلام ده كتير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لكن الصالحون لما خبروا الأمر قالوا والله أنا جاهدت نفسي في أمور كتير جدا، يعني جاهدتها في إنها تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بالصدقة وتتعلم وتحفظ قرآن، وكانت بعد مجاهدة أن لانت لي نفسي وما استطعت أن أتخلص من أن أدخل فيما لا يعنيني. يعني قدرت على نفسي في حاجات عظيمة جدا، وإني ما اتدخلش في حاجة لا تعنيني دي كانت صعبة جدا جدا بالنسبة لي، دي ما عرفتش أعمل فيها إيه. فتخيلوا الموضوع مش بالسهولة دي، وكل واحد يعني يخبر نفسه ويعرف جيدا إنه بنسمع الأحاديث دي كتير جدا، لكن هل فعلا إحنا بنعرف نعمل سيطرة على ألسنتنا؟ طب أنا عايز من دلوقتي أقول لكم على الواجب العملي، وخلونا في هذا الزمان الشريف في رمضان نعمل التدريب ده. إيه رأيكم؟ فعلا يعني حاجة قريبة. أنا مش بقول إن احنا هنعمل كده طبعا، عشان قبل ما أقول الفكرة بقول قريبة من المعنى ده. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مش فكرة بقى إن احنا مش هنكلم حد ويبقى كده، لأن ده ليس شرعنا، ولكن أنا أقصد إنه ما تيجوا كده نجرب يوم فعلا الواحد يحبس لسانه، يعني ياخد كده 24 ساعة من المغرب للمغرب ويبتدي يعد زي ما كان السلف بيعملوا، يعد كلماته. يعني مش هتكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ويعني في أضيق الحدود، بحيث ان انا في اليوم ده لا انا هتابع سوشيال ميديا، ولا انا هفتح واتس، ولا اقعد اشوف ايه الا على اي منصة من المنصات، ولا اي شيء من اللي انا بتابعه وبياخد وقت مني، ولا هاشغل بالي باي حاجة غير ان انا هجعل هذا اليوم هو خالص لذكر الله تبارك وتعالى. شوفوا الاوراد هتتضاعف ازاي. شوفوا ورد الإنسان من القرآن، اللي كان بيقرأ جزء هيلاقي نفسه قرأ 3-4 أجزاء، اللي كان بيستغفر في اليوم 100 مرة و200 مرة هيلاقي نفسه استغفر له بال1000 مرة، اللي كان بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا ومساء هيلاقي نفسه بقى بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئات المرات. هيبص يلاقي إنه اليوم عمر بذكر الله تبارك وتعالى. شوفوا بقى الليلة دي يوم ما هيصلي القلب هيبقى عامل إزاي. شوفوا اليوم ده هيبقى أخباره عاملة إزاي. نتعود كده على إن الواحد فعلا يجي عليه وقت يعد كلماته، علشان ما يهلك من يهلك إلا بقيل وقال وكثرة السؤال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فعايزين نعمل التجربة العملية دي ونشوف كيف سيكون أثرها علينا. لا شك إنه الإنسان مننا إن حفظ لسانه فإنه يكون بلا شك قد بدأ الخطوات العملية الصحيحة لأن يدخل الإيمان فالخشوع في القلب. طبعا أخطر حاجة لازم نبقى مركزين فيها جدا في موضوع اللسان ده، إنه لما نبص على كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم وتنبيهاته في الباب ده. عارفين حديث سفيان ابن عبد الله لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية عند الترمذي، أنه سفيان قال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. قال له طب أكتر حاجة الواحد ياخد باله منها بالله بقى
راجل كان لسه حديث عهد بالإسلام، لأنه كان ثقفي وجاء في وفد ثقيف، وده كان في العام 9 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أواخر الوصايا النبوية قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي سنة سنتين. فالراجل جه وبص لقى الصحابة على الحال العالي ده، فجمع ملكة البيان وراح قايل السؤال الجامع المانع ده اللي قال له فيه 10 كلمات، وقال له فيها قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، 10 كلمات. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم ب5 كلمات: قل آمنت بالله ثم استقم. طيب الطبيعي بقى الراجل الحديث عهد بالإسلام ده لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أكتر حاجة خايف علي منها إيه؟ مش يقول له مثلا إنك ترد إلى الجاهلية، إنك يكون عندك رواسب من رواسب الوثنية، إنه تتأثر بعاداتك اللي كنت متعود عليها مثلا، أي حاجة من الحاجات دي. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سفيان هذا، فأخذ بلسان نفسه، النبي راح ماسك لسانه كده ثم قال هذا ده اللي أنا خايف عليك منه. عمر دخل على أبي بكر وهو يمسك بلسانه ويجذبه، فقال له عمر ما غفر الله لك، انت بتعمل ايه؟ انت هتقطع لسانك ولا ايه؟ فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، أنا مش خايف إلا من ده وداني في داهية، ده وداني في مشكلة، ده صديق الأمة بيقول هذا الذي أوردني الموارد. فيبقى الواحد يبقى يعمل ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، والله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. كلمة قالها هذا الرجل أحبطت عمله، كل بقى الصيام وكل القيام وكل القرآن وكل العمل الصالح بإيه؟ بكلمة. عشان كده كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث يقول والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة عملت إيه؟ عشان نفهم القضية دي كويس، حديث ابن عمر اللي حسنه الشيخ الأرناؤوط والترمذي أصلا أورده وقال حسن غريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. شوفوا بقى المشكلة فين، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب. عرفتوا بقى هي المشكلة فين؟ إن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. يبقى لما يجي حد يقول أنا قلبي قاسي، أنا مش لاقي قلبي، أنا عندي مشاكل إيمانية مزمنة، أنا بيجي علي رمضان ونفس المشاكل أنا فيها بقالي سنين، بيبقى برضو الواحد بيتشجع في الأول وبعد كده تلاقي الواحد تايه كده، مش لاقي حالي، مش لاقي قلبي، بيسخن أول 2-3 وبعد كده بحس برتابة، بحس بأن أنا مش مركز التركيز المطلوب، بقف في الصلاة تايه وببقى شارد للأسف الشديد أغلب الوقت، وبيعدي الموسم الواحد يعني بيتحرك شويتين في العشر الأواخر وبعد كده بينقضي موسم رمضان وكأنه لم يمر علي رمضان. تأثير لحظي وقتي ما بيكملش معايا وقت طويل. أنا فعلا عندي المشكلة دي، قلبي قاسي. أول حاجة بقى في الروشتة الإيمانية دور
على لسانك. على طول دوري المشكلة فين؟ في اللسان. شوف الواحد خاض في ايه، او مشغول بايه، او اتكلم ورغى في ايه، علشان من هنا جاءت القسوة للقلب. وأبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يعني تذل وتخضع، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وطبعا كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لحبه معاذ ابن جبل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ عايز أقول لك خلاصة الدين في كلمتين. قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبالتالي الأمر مداره هنا حفظ اللسان. وعشان يبقى كلام عملي، قلنا عايزين نبتدي مع بعض التجربة العملية دي، اللي هي ايه؟ ان احنا يقضي الواحد مننا يوم كده يحصي فيه عدد كلماته، بحيث انه يتكلم في اضيق الحدود، وفي الكلام اللي هو ضروري قوي وملزم، انما اكثر من ذلك يبقى عاكف في اليوم ده على ذكر الله تبارك وتعالى، ويبقى فعلا بقى يوم الذكر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يكون صاحب اللسان الذاكر، عشان المعادلة اللي قال لنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. الأمرين دول، قلب شاكر ولسان ذاكر، يبقى رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا. يجتمع الأمرين، الذكر والشكر، بالذكر والشكر وزودوا عليها والفكر، يستقيم حال الإنسان. 3 حاجات اهو: ذكر وشكر وفكر، عشان ما تنسوهمش. يذكر بلسانه ويحاول يجمع قلبه ويستحضر معنى شكر المنعم المنان المعطي الجواد الكريم الأكرم، فيبقى القلب بيشكر واللسان بيذكر، ويبقى العقل بيتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عشان كده ايه المعادلة اللي قال لنا عليها في خواتيم سورة آل عمران: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. دول مين؟ دول أولو الألباب. دول مين؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى بين فضلهم وأنه يغفر لهم ويكفر عنهم سيئاتهم. دول اللي جمعوا المعادلة دي. يبقى عايزين ايه يا جماعة؟ 3 حاجات ما تنسوهمش اهو: ذكر وشكر وفكر. ال3 حاجات دول إنسان ينشغل بيهم، وشوفوا الأثر العظيم اللي سيجنيه الإنسان، ويجد هذا الخشوع المفقود. البعض كان بيقول: أنا مش فاهم يعني إيه خشوع، يعني كلمة الخشوع دي يبقى أقول إن أنا خاشع إمتى؟ وده أمر مهم. احنا قلنا أن الخشوع أصلا انكسار، وقلنا أن الخشوع فيه خضوع، والخشوع للقلب ده يبقى فيه معنى من معاني الافتقار للرب سبحانه وتعالى. عشان يحصل الكلام ده بقى أعرفه منين؟ يعني أنا فعلا كده خشعت، يبقى إيه الحاجة اللي أنا أقول بيها خشعت؟ أولا إن الإنسان يجد حاله كده، اللي هو يجد نفسه أكثر تذللا لله سبحانه وتعالى. ولو خشع القلب خشعت الجوارح، فتلاقي حاله كده في نوع من الانكسار.
لا يتلفت، لا عينه بتبص يمين ولا شمال، ولا يبقى رامي ودانه في أي حاجة، ولا بينشغل بأي شيء من كده، لأنه كل الجوارح بقت أصلا خاشعة متذللة للعظيم الكبير الأكبر المتعال سبحانه وتعالى. ساعتها كده أبقى حاسس إن في شيء دخل قلبي مخليني هادي، وفي سكن عجيب كده جوايا، ومش عايز أعلي صوتي، ومش عايز أدخل في لغط ولا في أي حاجة من الحاجات اللي شاغلة الناس دي، ولا أنا عايز أصلا الحاجات اللي كانت بتشغلني تبقى دلوقتي موقفاني. أنا في لحظة كده مش شايف فيها غير ربنا سبحانه وتعالى، ومستحضر مقام عظمته وهيبته ومجده سبحانه المجيد، ومستشعر المعاني دي، وأنا واقف خاضع فقير بين يدي رب العزيز سبحانه وبحمده. فانكسار وافتقار وخضوع وذل، المعاني دي كلها هي بقى دي. ساعتها يقول خشع قلبه. لكن هل الخشوع يتحقق بس بالبكاء؟ يعني لو بكيت يبقى أنا كده خشعت؟ لا لا، البكاء لازم تبقوا عارفين إنه العلماء يقولوا هو من جملة الأحوال، والأحوال مواهب والمقامات مكاسب. إيه الكلام ده؟ إنه الإنسان يكون من أهل الخشية، ده لازم يكون اتعلم وفهم وعايش بقى مع أسماء ربنا وصفاته ومستحضر معاني، فيأتي للقلب الخشية، يبقى خايف بعلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فدي بيقولوا مكاسب، يعني الواحد بيعافر ويتعلم ويجتهد ويجاهد عشان يوصل إنه يبقى من أهل الخشية. إنما البكاء ده أمر عارض، رحمة بتنزل على العبد فيجد إنه عينه تفيض من الدمع، فده مش العلامة الأساسية، مش العلامة إنه كده خشع وإنه كده فضل الله بقى في حال إيماني عالي. لأن في ناس دمعتها قريبة زي ما بيقولوا، يعني كتير من النساء بتبقى دمعتها كده، وفي ناس أصلا لما بتيجي بتبكي لأعراض أخرى، يعني هو حاسس بقهر مثلا يقعد يبكي على نفسه، حزين شويتين ثلاثة يقعد يعيط على أي حاجة فاتته، أو يفتكر موقف معين فيبكي لأجله، أو يلاقي الناس بتبكي يروح باكي، بيسموه بكاء الموافقة. فمش ده يا جماعة العلامة، مش ده علامة الخشوع. البكاء ليس هو العلامة الأساسية للخشوع. كونه أنه يبكي ويبقى من جملة العوارض والأشياء اللي شعر بها الإنسان حال خشوعه، دي مسألة مش هو العلامة الفارقة، بس لو جت كان بها مفيش مشكلة. لكن الأساس إن في كسرة جت كده جوه الواحد، هي دي اللي احنا بندور عليها علشان نكون من أهل الخشوع. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا. الموضوع محتاج مجاهدة، ومش محتاج ان احنا بس نقعد يعني نقول كلام وفي الاخر خالص عند التطبيق يبقى الكلام ده خبر كان بقى، يبقى حاجة تانية خالص. لانه مش سهل بطبيعة الحال ان انا اعود نفسي على شيء انا متعود على خلافه، هو دايما كده أصعب حاجة. عشان كده قلت لكم أنه الصالحون يعلمون أن المسألة محتاجة شغل كتير. هيبقى المعين عليها إيه؟ أن أنا أستعين بكثرة الذكر، كثرة الأوراد، هتبقى معين أساسي للإنسان. يبتدي كده يحصل من جوه الواحد اشمئزاز لكلام اللغو. أنا بقى يعني كله كلام فاضي، كلام فاضي، الواحد قلبه قاسي يا أخي والله. لما البعض أتابع الأخبار وأشوف اللي مش عارف عمل إيه وسوى إيه وراح فين وكلام الناس، وقاعد بقى أتابع كده وأعمل كده، الواحد قلبه قاسي. لما بقعد قاعدة كده كلها كلام ملوش لازمة، والله كله كلام فاضي، ولا استفدت أي استفادة ولا أي شيء، الواحد قلبه قاسي. أيوة، لما يبقى كده بقى يبقى ساعتها خلاص أخد قرار إن أنا بحاول أتجنب هذه المجالس وهذه الأشياء علشان خاطر ألاقي قلبي المفقود. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا،
ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن نقول ولا نعمل وأن نسمع ولا نطبق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.